السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة وهنا، اللهم امين يا رب العالمين. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده ما اعمل معاكم الكشك الصعيدي بطريقة سهلة ومش مكلفة ان شاء الله، وهتعجبكم وترضاكم وهتعملوها وتجربوها ان شاء الله بإذن الله. بعد ما تسمعوا الفيديو ده تقوموا على حالكم تجربوها لأن سهلة ان شاء الله. وانتوا عارفين الكشك الصعيدي ده جميل وكلنا بنحبه يعني. اهو زي ما انتم شايفين، حاجة في منتهى الروعة والجمال. ما تقولوش هم ان انتوا تقولوا مثلا ده شتاء ما ينشفش في الشمس والكلام ده، لا هينشف ويجيب نتيجة معاكم كويسة ويبقى حلو ان شاء الله بإذن الله. طبعا احنا بنقول ايه الصعيد واهل الصعيد، احنا بنعمله في الصعيد والحاجات دي كلها، وبنعتمد على الله ثم على جامعة الصعيد ان هم يعملوا الكلام ده. لا كل طبعا اهالينا اتكلت على الله، الناس الكبار اللي هي كانت عارفة في الاصول وعارفة في الحاجات دي وفاهمة فيها راحوا. فاحنا مش الحياة مش هتقف، لا لازم تمشي برضه. احنا في بيوتنا نعمله برضو، احنا هنا واحنا في مصر اهو، احنا في القاهرة اهو بنعمله، سيبنا من الصعيد ونعمله احنا براحتنا. ده والله هو كيلو قمح مش اكتر من كده. طبعا القمح احنا بنجيبه بنسلقه زي ما يكون بليلة، بنعمله بليلة بس مش نخليه يعني مهروس زيادة عن اللزوم، لا هي بس الحبة تتفلق، نطفى عليه، طفينا عليه نصفيه بالمصفى، ونروح فردينه في صينية زي كده، في صاج زي كده، نفرده يقعد 3 ايام في الشمس. اول ما ينشف نطحنه بالمطحنة بتاعة الخلاط، وبعد كده ندخله بالايه بالمصفى، نخليه عباره عن ايه، عشان مش عايزين نخشن، احنا عايزين اللي هو ايه، اللي بيبقى زي فتافيت السكر. خلاص نخلناه كله خلاص وخدنا الفايده منه كله اللي هي فتافيت السكر ده زي ما بقول لكم. نروح عاملين ايه، جايبين اللبن الرايب، اللبن رايب في كل مكان في السوق في الاسواق يعني عند جماعه الفلاحين. هنجيب 2 كيلو 3 كيلو حسب اللي ايه الكميه اللي انت هتعملوها. انا جبت كيلو لبن رايب ما فيش غيره، خدت نصه، زودت عليه على نص كيلو اللبن، زودت عليه يعني يجي نص ميه، نص ميه بالظبط. طبعا نقحت فيه اللي هو ايه الغله دي اللي هي بتاعت القمح ده، بالليل من بالليل اللي هو الدشيشه اللي دشيناها دي، نقحتها بالليل. طبعا صبحت معانا ايه عامله كده زي اقول لكم زي الكسكسي كده، مفروله وزي الرز المفلفل. طبعا شربت من اللبن الرايب وحاجه حلوه وزي الفل. نجيب بقيه الايه النص التاني، نعجن بيه الايه العجينه دي، نعجنها كويس جدا لحد ما نكورها كور زي ما انتم شايفين، بص الكوره. ونجيب بقى طبعا ايه حوالي يعني نص كوبايه اسمها ايه دي، الكمون. كمون بعد ما نحمصه على النار نروح حاطين عليه نص كوبايه بالظبط، نص كوبايه نحطها عليه وشويه ملح حسب ما تدوقوا كده براحتكم انتوا، يعني عايزينه تقيل عايزينه حلو مظبوط، اظبطوا انتوا الملح براحتكم. رشوا شويه ملح على اللبن الرايب والحاجات دي كلها، وعجنوا بقى، عجنوا عجنه كويسه. عجنته كوروه كور زي ما انتوا شايفين اهو. نحطه في الشمس لمده 3 ايام لحد ما ينشف في الشمس. نيجي بالليل ندخله بقى عندنا جوه ونغطيه باي حاجه. الصبح نخرجه في الشمس، الشمس زي كده اهو بره اهي، نحطه في الشمس. تمام تمام. هي دي ايه الطريقة، طريقة سهلة وموفرة وحاجة زي الفل. جربوا انت في كيلو او في نص كيلو، عجبكم والله وانا عارفة انه يعجبكم، اعملوا الكمية اللي انتوا عايزينها. الغلة موجودة في الاسواق وعند الناس كلها، هاتوها واعملوا الغلة اللي انتوا عايزينها، واعملوا الكشك الصعيدي بطريقة روعة، وهو نفس الطعم وهو نفس الطريقة، لان احنا ما بنغيرش فيه. هما بلبن رايب واحنا بنعمله بلبن رايب وكمون وملح وبس. تمام تمام. يا رب الطريقة تكون عجبتكم، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.